وفد المنتخب السعودي يستعد للتوجه إلى البصرة للمشاركة في خليجي زين 25. منتخبنا الوطني يواصل تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب عمان. واصل منتخبنا الوطني اليوم الأربعاء تدريباته في مدينة البصرة تحضيراً لمواجهة منتخب عمان في افتتاح خليجي 25 مساء الجمعة المقبل. تدريبات اليوم التي حضرها عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم يحيى صغير واحتضنتها مراكز تدريب في المدينة الرياضي جاءت وسط أجواء ماطر 13 درجة مئوي، وشارك فيها 25 لاعباً. على صعيد متصل، سيكون مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس في ظهوره الأول عن وسائل الإعلام منذ لحظة تسلمه قيادة أسود رافدين، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد صباح الغد في ملعب جعل نخل في تمام الساعة 11 برفقة كابتن منتخب العراق جلال حسن. وستكون تدريبات المنتخب الوطني في الساعة 12:15 مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول 15 دقيقة فقط، وذلك لأخذ مقتطفات من التدريبات بعيداً عن أجواء المقابلات والتصريحات الخاصة بوفد المنتخب الوطني، وذلك في مركز تدريبات المدينة الرياضية في البصر.